السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير جميعا ويا هلا والله مسهلا. تعرفون المثل اللي يقول ارحموا عزيز قوم ذل؟ ايوه، هذا اللي بنتكلم عنه اليوم، العزيز ثم ذل. طبعا كثير لو تقرا بالتاريخ ناس وصلوا مراتب كبيره وكبيره جدا ثم بالاخير انذلوا. اللي بنتكلم عنه هذا وزير في العصر العباسي، تحديدا في زمن المهدي ابن ابو جعفر المنصور. الوزير هذا هو يعقوب بن داود. يعقوب يا جماعة الخير ما وصل إلى الوزارة وبس، لا، كثير اللي استوزروا كثير، لكن يعقوب بن داود هذا وصلت به الرفعة عند الخليفة المهدي ابن أبو جعفر المنصور إلى أن فوض له أمور الخلافة. انتشر الموضوع هذا عند الناس أن الآمر الناهي يعقوب، حتى أن الشاعر بشار بن برد يقول: بنو أمية هبوا طال نومكم إن الخليفة يعقوب بن داود. الكلام هذا يا جماعة ما هو بسيط أنه ينتشر عند الناس، بل أن حتى الشعراء يتكلمون أن المتحكم والآمر والناهي بالدولة هو الوزير ما هو الخليفة، لدرجة أن الشاعر تخيل أنه يحرض أو يذكر بني أمية، يعني جات الفرصة تحركوا. هذا ما هو بسيط أبدا، هذا يدل أن يعقوب بن داود وصل المرحلة كبيرة وكبيرة جدا في الدولة العباسية عند الخليفة المهدي. يوم من الأيام دخل يعقوب ابن داود على الخليفة المهدي، وكان مجلس المهدي قبل يدخل يعقوب مزين أنواع الفرش، الستاير، الوسايد، أشياء ما تنوصف. يوم دخل يعقوب على المهدي والمهدي يعزه ويقدره ويحبه، قال: يعقوب كيف رأيت مجلسنا هذا؟ قال يعقوب: يا أمير المؤمنين ما رأيت أحسن منه قط. طبعا قطعا أنه بيمدح المجلس هذا، لأنه يدري أن المهدي يبيه يمدح. يوم طلب رايه قال: ما شفت أحسن من قط. المهدي من حبه له وش قال؟ قال: يعقوب هذا اللي أنت تشوف من الفروش والتحف والوسائد كله لك، وعليها بعد الجارية اللي أنت تشوف هذه لك، وعليها أعطوه 100,000 درهم. لكنك تتصور الموقف هذا والحاشية الموجودة عند الخليفة المهدي. شخص وصل للمرحلة هذه لازم أن يصير له حساد. الحساد ما قصروا، كل فترة وفترة يجون للخليفة المهدي ويحاولون يمين يسار أن يعقوب سوى، يعقوب فعل، يعقوب كذا كذا كذا، قصر بالشيء الفلاني، يعني يجون بطرق يعني دبلوماسية نقدر نقول. المهم لازم يحرضون الخليفة على الوزير هذا. طبعا الخليفة أو أي ملك ممكن يوم من الأيام تصير له سطوة على أعز الناس له، قطعا طبيعي جدا، خاصة إذا أخطأ وتأكد خطأه. لكن يعقوب هذا كان رجل فطين، فطين جدا. إذا حس أو سمع إن في واشي، إن في حاسد، وصل الكلام عند المهدي مباشرة يدخل على الخليفة ويتكلم معه. وش اللي سمع؟ وش اللي ممكن تنقم علي يا أمير المؤمنين؟ ومن الكلام هذا المهم أنه يضبط أموره كل ما أحد حاول يخرب علاقته مع الخليفة، ثم هنا الخليفة خلاص يمشيها. هذا طبعا اللي يقول لك فعلا الواثق من نفسه. مع مرور الوقت ومن ثقة الخليفة المهدي بيعقوب هذا، يوم من الأيام دخل عليه: يا يعقوب إن عندي حاجة أنا أتمنى أنك تقضيها عني وتفكني أمرها. قال يعقوب: أمرك يا أمير المؤمنين، ما يحتاج تقول المقدمة هذه، أمرك وأنا خادمك المطيع. وش الحاجة هذه؟ قال الخليفة المهدي: اسمع يا يعقوب، تعرف فلان العلوي هذا اللي سوى ثورة ضدنا؟ قال: نعم. قال: فكني منه، خذه معك وفكني منه، يعني اقتله. طبعا هذا العلوي يقال انه الحسن ابن ابراهيم ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن ابي طالب، وطبعا يقال لهم العلويين ذرية علي بن ابي طالب، ولهم محاولات وثورات كثيرة ضد بني العباس يبين ينتزعون الخلافة منهم. كان طبعا ابرز واقوى ثورة صارت اللي هي طبعا ابراهيم ابو الحسن هذا واخوه محمد، ثورة ضد ابو جعفر المنصور.
الثورة هذه ما كانت بسيطة، أنا بتكلم عنها قريب. الثورة هذه احفظوها زين، بتكلم عنها قريب، اللي فعلا أرهقت أبو جعفر المنصور على عظمته وقوته. حلو. المهم هذا الحسن ابن إبراهيم سوى ثورة، لكن المهدي قبض عليه وقال للوزير يعقوب فكني أمر واقتله، خذها معك. أخذه هنا يعقوب وراح للبيت. البيت هذا من اللي فيه؟ اللي فيه الجارية اللي أهداها المهدي ليعقوب. حلوين. وهذه هي الكارثة وهذه هي المصيبة. طبعا الهدية هذه من المهدي خيرة للمهدي، وبنفس الوقت وبال على يعقوب. اللي صار أن لما جاء للبيت والعلوي هذا مربوط وموثق ودخلوه البيت، هنا قال يعقوب للحرس اللي معه قربوا لي الحسن بن إبراهيم العلوي هذا، قربوه. لما قربوه جلسوه معه، هنا يعقوب يقول أنا ما شفت أعقل منه ولا أكمل منه، رجال يعني حرام أنه يقتل وهو من ذرية علي بن أبي طالب. فهنا وش قال الحسن بن إبراهيم هذا؟ قال يا يعقوب تطيب نفسك تقتل واحد من ذرية فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيع قلبك؟ قال يعقوب لا والله ما يطيعني قلبي، فسألتك بالله إلا تفكني. قال أنا أعطيتك طلبك وبفكك، لكن وين بتروح؟ قال بروح للدير الفلانية وبتخفى وبتنكر فيها، خلاص ما عاد أبي من الدنيا شيء، أبي السلامة. فقال يعقوب للحسن بن إبراهيم هذا العلوي، قال إذا طلعت انتبه واحذر ثم احذر ثم احذر، يعرف بقصتك أحد، لأن إذا انكشفت أنت أنا بروح فيها، ما هو أنت بس، أنت بتقتل قاضي أمرك، لكن أنا بلحق. المهم أنه فكه. يعقوب هنا مسوي خير بالحسن لأنه من ذرية فاطمة، لكن ما كان يدري أبدا أن الجارية اللي أهداها له المهدي قاعدة تسمع كل سوالفهم واتفاقاتهم وخيانة الوزير يعقوب للخليفة المهدي. فوش سوت؟ تبي ترفع نفسها عند الخليفة وتبي مقابل، تبي أي شيء من الخليفة. أرسلت خادمها برسالة للخليفة المهدي، قالت تروح وتدخل على القصر وتطلب لقاء المهدي شخصيا، ما تعطيها لأي واحد ثاني، لأن ممكن يأخذها واحد ويقراها يرجعها ليعقوب. تطلب أنك تعطيها المهدي. اللي صار هنا أن الرسالة هذه رسالة الجارية وصلت اليد المهدي. لما قراها قال خير إن شاء الله. طلب من الحرس، قال تروحون للطريق المدينة اللي قال بيتخفى فيها هذا العلوي وجيبوه لي. فعلا راحوا الحرس حصلوا هذا مسكوه جابوه عند المهدي. المهدي جنى بغرفة قريبة منه ينتظر يعقوب يدخل عليه. وفعلا جاء يعقوب مثل عادته ودخل على الخليفة. قال له المهدي ها يا يعقوب كيف حالك اليوم؟ قال بخير طال عمرك. قال وش سويت بالعلوي؟ قال مات. قال الله. قال الله. قال مات. قال مات. قال لي زين. قال للخدم اللي عنده، قال افتحوا الباب، باب الغرفة. افتحوا الباب الا طلع ذاك العلوي. هنا يعقوب يقول انا هنا جمد الدم بعروقي، خلاص انتهيت، عرفت اني بروح فيها، بيقتلني ولا سجن مؤبد واموت بسجني، خلاص انتهى الموضوع. هذه خيانة. كيف اني اطلق واحد سوى ثورة على الدولة وانا مقرب، يعني خلاص ما في اكبر واشنع من خيانة المقرب. فهنا المهدي يقول الحين يا يعقوب بعد الثقة اللي كنت أعطيتك إياها الحين دمك حلال علي، ولكن للمنزلة اللي قلبي تجاهك أنا بسجنك. لكن وين سجنه؟ سجنه ببير مظلم ما عنده أي أحد. يقول يعقوب انسجنت بالبير هذه المظلمة اللي ما أشوف فيها أي شيء، بير في غرفة مغلقة الغرفة. يقول بس ما أسمع صوت إلا إذا جابوا لي الأكل والشرب، بس هذا اللي أسمعه. وما أشوف
ما عاد أشوف، حتى إني فقدت بصري. يعني سنوات ببير مظلمة أكيد أنا بيفقد بصره. يقول أظافري طالت، شعري طال، صرت أنا والبهايم واحد. يقول خلاص أتمنى الموت، إلى أن جت اللحظة اللي قالوا تجهز تطلع من السجن. يقول فعلا طلعوني من البير هذه، يقول خلاص ما عاد أشوف شيء. يقول أخذوني غسلوني دخلوني على الخليفة. فلما دخلت قلت السلام على أمير المؤمنين المهدي. يقول فسمعته قدامي يقول رحم الله المهدي. يقول فهنا طبعا أنا يقول أنا بالسجن ما أدري وش اللي يصير وش اللي ما يصير، فعرفت أن المهدي ميت، لكن أعرف أن خليفته هو ولده موسى الهادي. فقلت السلام على أمير المؤمنين موسى الهادي. فقال لي اللي قدامي رحمة الله على موسى الهادي. فهنا انصدمت، كيف يموت الخليفة المهدي وما عندي علم؟ يجي بعده الهادي يموت ما عندي علم. طبعا هو انسجن سنة 166 ومات المهدي سنة 169. موسى الهادي ابن المهدي تولى لكن جلس سنة ومات. يقول لما قال رحمة الله على موسى الهادي، يقول أنا أعرف أن من بعده هو أخوه هارون الرشيد. فقلت سلام الله على أمير المؤمنين هارون الرشيد. قال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فقلت يا أمير المؤمنين أنتم خير من يعلم بما حل بخادمكم يعقوب ابن داود، فأنا أطلب العفو منك أنت وتطلق سراحي. فقال وين بتروح يا يعقوب؟ قلت أنا أطلب منك أنك تفكني وبتوجه لمكة، ولا عاد أطلع من مكة ما حييت. قال هذا لك، وجهزوه وخذوه إلى مكة، وأعطاه بعض الأموال وراح. راح يعقوب المكة وجلس فيها وقت بسيط ومات في مكة. وما بين سنوات كان فيها متحكم بالخلافة آمر ناهي، إلى سنوات مسجون في بير مظلم ما يدري وش اللي يصير وش اللي ما يصير، ما يسمع إلا صوت الناس اللي يقدمون له أكله بس، إلى سنوات في مكة غريب فيها ما يعرف أحد فيها فمات فيها. هذه قصة يعقوب ابن داود وزير الخليفة المهدي. لكن الخليفة المهدي كيف مات؟ يقال طبعا، واختلفت الروايات بوفاة الخليفة المهدي، يقال طبعا أنه كان يوم من الأيام طالع في رحلة صيد. المهم أنه حصل الصيد، الكلاب هنا أطردت الصيد هذا الظبي هذا وجه وين؟ وجه الخراب. الكلاب تطرد الظبي، الفرس اللي عليها المهدي تطرد وراء الكلاب. دخلت به الفرس للخراب هذه فدقت ظهره بالجدار، ويقال طبعا في باب فندق ظهر الخليفة وطاح، فكان فيها وفاته. ويقال طبعا أنه مات مسموم. شلون؟ يقال إن كان له طبعا جواري، وفي جارية حسدت جارية ثانية فقدمت لبن مسموم على أساس طبعا أنه بيتناول اللبن مع جاريته اللي هي حسدتها، لكن المهدي أخذ اللبن المسموم وشربه ومات. وهذه طبعا على اختلاف الروايات بوفاة الخليفة المهدي. ختاما كانت هذه قصتنا لهذا اليوم. أنا ختاما أشكركم على استماعكم واستودعكم الله وفي أمان الله.